ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ريفيجن جديده ويلا بينا نراجع ديسكفري برايمري 2 مع بعض. النهارده اخر فاينل هنزله باذن الله رب العالمين. جمعت لكم اسئله اليونتس كلها، هنزلها لكم PDF، بس فكروني في الكومنتات ان انا انزلها. محتاجه منكم صالح الدعاء فقط، ولو حابين تعملوا لي لايك حلو زيكم وكومنت مفيش مشكله عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الاولاد. بالتوفيق ان شاء الله لجميع اولادي. انا بدي درس يا جماعه عشان الناس اللي سالوني، وحبيت ان انا اساعد الناس اللي بعيده عني مش اكتر، اللي بعيده عن منطقتي. فبصراحه انا كنت عارفه ان كتير مش بياخدوا دروس واتصدموا من فكره الامتحان، فحبيت ان انا انزل لهم الريفيجنز اللي انا بديها للولاد عندي في الدرس وخلاص مش اكتر يعني. تمام، افتكريني بصالح الدعاء وبلايك حلو وكومنت حلو زيكم، ويلا بينا نشوف الديسكفر عاوز مننا ايه. هنزله لكم PDF ان شاء الله، بس فكروني في الكومنت ده وانا هنزلها في الكومنتس عندي للناس اللي محتاجين يتبعوها ويتدربوا عليها، وده افضل طبعا زي التقييم المبدئي كده. تمام، اول واحد بيقول لي مفروض ان هي I can touch with my، انا اقدر المس الحاجه بايه؟ بالهاندز. تمام، السؤال مش موجود عشان انا مكبره الورقه. نمبر 2 بيقول لي to catch food I can use my، عشان امسك الطعام my ايه؟ hands طبعا. to chew food I can use my، عشان امضغ الطعام هستخدم ايه؟ اسناني my teeth. تمام، complete the following، هنكمل ده من اللي هو مدهوني بين قوسين. human uses his nose، الانسان بيستخدم انفه ليه؟ to smell food، عشان يشم الطعام. number 2 human needs his نقط to see his food، الانسان محتاج ايه عشان يشوف الطعام؟ eyes، عيون. with my نقط I can chew my food، اقدر امضغ الطعام عن طريق ايه؟ عن طريق التيث اللي هي اسناني. تمام، but true or false I use my hands to see food، طبعا دي غلط. انا محتاج ايه؟ انا بستخدم يعني عشان اشوف الطعام؟ لا طبعا. I use my hands to touch food او catch food. I use my tongue to chew food، طبعا دي غلط لان احنا قلنا تشوف فود يعني امضغ الطعام، هتبقى غلط لاني بستخدم فيها التيس اللي هي اسناني. وكمان لو جاب لي التانج بيبقى تيست فود. اوكي، اللي بعدها هتبقى كان سميل ويز ماي نوز، طبعا هتبقى ايه؟ صح. تمام، جولدن ايجل ايتس نقط رابتس، هو بياكل السمول انيمالز. تمام، جولدن نمبر 2 جولدن ايجل النسر الذهبي has strong نقط to see its far away praise، بيستخدم ايه عشان يشوف الفرائس بتاعه من على بعد كبير؟ الاي سايت، الرؤية عنده كويسة جدا. the strong beak of golden eagle helps it to، المنقار القوي عند النسر الذهبي بيساعده ان هو ايه؟ to eat. تمام، يلا نشوف الكومبليت. the strong نقط of golden eagle help it to catch its prey، هو ايه اللي بيساعده ان هو يصطاد الفرائس بتاعه؟ الكلوز اللي هو المخالب بتاعته. يا ريت نحفظ الاكسبريشنز دي يا جماعه والكلمات بتاعت بيك وكلوز ووينجز لانها مهمه في درس الجولدن ايجل. تمام، وزي هناك برضو الحواس السي والتاتش والحاجات دي واي ونوز والكلام ده. تمام، نمبر 2 بيقول لي are the food of golden eagle، هم بيكون طعام الجولدن ايجل الرابتس. نمبر 3 بيقول لي the strong نقط of golden eagle help it to eat، بيساعده ان هو ياكل. البيك المنقار بتاعه strong عشان يعرف ياكل. but true or false golden eagle has large wings to fly fast in air، عنده large wings أجنحة كبيرة عشان تساعده ان هو يطير أسرع في الجو. دي طبعا صح. the strong eyesight of golden eagle helps it to fly in air، طبعا دي غلط، هو عشان بتساعده ان هو كاتش بريز، اللي هو ياخد الفرائس بتاعته وان هو يشوف الفرائس بتاعته على بعد كبير او فاروي. الاخيره هتبقى غلط اللي هي السترونج بيك، قلنا سترونج بيك هيلب ات بيساعده ان هو تو ايت ياكل فقط. تمام، فهتكون غلط لان انا الصفحه اللي بعدها جت عندي choose the correct answer، عايزين نختار الاجابه الصحيحه. fruits and vegetables النقط keep the body healthy، بيحافظ ان الجسم يكون صحي. تمام، نمبر 2 بيقول لي make the teeth and bones strong، بتساعد الجسم ان هي الاسنان تكون قويه والعظام. الديري برودكتس اللي هي منتجات الالبان. تمام،
هنا الكومبليت the following the food you can the food you eat comes from. الطعام اللي انت بتاكله جاي منين؟ من الانيمالز اند بلانتس، الخضروات من البلانتس، والانيمالز اللي هي الميت والفيش والكلام ده كله. نمبر 2 بيقولي build up muscles، بتساعد ان العضلات تنمو. ايه هي؟ الميت والفيش. يبقى زي ما قلنا البروتين هو اللي بيساعد المسلز بتاعنا العضلات ان هي تنمو او تكبر. الميت and fish البروتين. both true or false، ده علامة صح او غلط. meat fish and milk come from plants، لا طبعا دي غلط. اللحمة والسمك والبيض بيجي من الانيمالز مش من البلانتس. رايس بريد مكروني give us energy، طبعا دي صح، لان اي حاجة فيها نشويات بتدينا طاقة. تمام، يعني لو قال لي العيش، لو قال لي المكرونة، لو قال لي الرز، الكلام ده كله هو اللي بيدينا انرجي. تمام، يلا بينا نشوف بقية الاسئلة. ان شاء الله الامتحان مش هيخرج عن السياق ده يا جماعة بإذن الله، يعني امتحان سهل وبسيط جدا، الاسئلة لذيذة، وانا جمعت لكم كل اسئلة اليونتس. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقولي we should wash vegetables before eating them by using ايه، نغسلها ازاي؟ بالرانينج ووتر، الميه الجاريه. تمام، يبقى بنغسل الخضروات بالرانينج ووتر على طول، ملهاش بديل. it's harmful to eat the vegetables containing نقط enzyme، ما ينفعش ناكل، ضر علينا ان احنا ناكل الخضروات اللي بتحتوي على ايه؟ worms، ديدان. تمام، هنا السؤال ده مش هيجي، بس لو جالك هتختار الاكسباير الاعلى، يعني مثلا هيجيبولك 2027 و2020 و2000 مثلا 25، فهتختار 2027 اعلى رقم هيجيبولك. هنا بيقولي complete the following، هنكمل من هنا. don't eat the cheese، ما ينفعش ناكل الجبنة that contain نقط inside it، اللي بتحتوي على ايه حواليها او جنبها؟ الانسكتس والفلايز، الحاجات اللي بتطير والحشرات. we should نقط before eating، المفروض نعمل ايه قبل الاكل؟ تبقى wash our hands، نغسل ايدينا. vegetables and fruits should not be eaten before، ما ينفعش ان احنا ناكلها قبل being washed، ان هي تكون اتغسلت. but true or false we can drink the juice of the expired fruits، ينفع ان احنا، بيقولك ان احنا نعمل العصير من ال expired fruits، الفاكهة ال expire اللي هي منتهية الصلاحية، طبعا دي غلط. we can clean vegetables using towels، غلط، من قبل اي حاجة احنا لسه قايلين using running water، المية الجارية. number 3 بيقولي eating tomatoes containing worms is harmful، طبعا دي صح، ان احنا ناكل الطماطم اللي بتحتوي على الورمز، الديدان، طبعا ده يعتبر ضار. harmful يعني ضار. يا ريت ناكد على التعبيرات دي للولاد عشان ياخدوا بالهم لو جات لهم ما يترجموهاش حاجه تانية. harmful يعني ضار، عكسها useful اللي هي مفيده. تمام، ده يونتس. تمام، وده كل درس انا منزله عليه الاسئله بتاعته، بحيث ان هو لو جاب من كل واحد حاجة هيجيب منه سؤال 2 بالكتير قوي مش اكتر. تمام، اسئلة حلوة ولذيذة والدنيا تمام. عشان في ناس بيقولوا لي انتوا امتحان ممكن يكون صعب والكلام ده كله، لا الامتحان ان شاء الله هيكون سهل، مفيش اسئلة تانية هتيجي غير الحاجات اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة. والله يعني الامتحان لذيذ اهو، وهي محتاج بس عيل يكون حافظ شوية فيربس افعال والدنيا هتمشي وهتبقى زي الفل. هجري شوية عشان الوقت وعلشان دوروا على صوتي بعد بعد الصور دي. انا هكمل كلام، بس هجري شويه بحيث ان ما اطولش عليكم الفيديو، لان الصوره هنا واخده وقت اطول. تمام، ادخلوا على الصفحه اللي بعدها على طول. يلا نشوف الاسئله اللي بعدها. بيقولي I use the sense of نقط to see the sky، بستخدم حاسه ايه عشان اشوف السماء؟ اكيد seeing، ان انا البصر. البلانتاريوم is a place to learn about، هو مكان نتعلم منه. the sky ده مكان اسمه القبة السماوية، موجود في الاسكندرية يا جماعة. تمام، بنتعلم فيه حاجات عن السكاي. هنا بيقول لي is or are seen in both the day sky night sky and night sky، بنشوفه في الدي سكاي اللي هو النهار والنايت سكاي. ايه هو؟ الكلاودز ولا الستارز ولا الصن؟ اكيد الكلاودز، السحب. تمام، لان الستار بالليل نايت سكاي والصن داي سكاي. داي سكاي هنا جاي بمعنى كلمة النهار. complete the following
bats can be seen in الخفافيش تقدر ان هي تشوف في ايه، هتبقى the night sky بالليل. rainbow اللي هو قوس قزح يعني is seen in the day sky بنشوفه بالنهار. تمام. الايجيبشن بلانتيريوم is present at بتقدم لنا ايه او بتشرح ايه يعني فين حتة موجودة فين، بتمثل ايه قصدي، سوري معلش، في الاسكندرية. تمام. زي ما قلنا ده مركز هناك علمي اسمه القبة السماوية. put true or false ده علامة صح او غلط. moon and stars can be seen in the day sky بنشوف الستار والمون القمر والنجوم بالنهار. لا طبعا ده في النايت سكاي. birds are seen in the day sky طبعا الطيور بتشوف بالنهار. البلانتاريوم helps you if you want to be astronomer اللي هو عالم الفلك. طبعا دي صح ان هي لانها انت المكان ده لما بتروح بتحس ان انت fly in the sky، انك انت طاير في السماء. تمام. هو مكان حلو جدا، حاولوا تقدروا انكم تزوروه يعني وتقروا عنه كتير يعني. اول منهج تقيل انا عارفة، بس والله فعلا الاسئلة حلوة جدا وبتخلي الولاد يبحثوا. يعني انا الولاد اثناء الشرح كانوا عمالين يسألوني اسئلة كتير، يعني ما شاء الله دماغهم كويسة جدا وبيسألوا اسئلة الواحد ما يتوقعهاش اصلا. تمام. يلا بينا نكمل. هجري الصوت شوية عشان الصورة ما تبقاش واقفة، لو لقيتوا الصوت اختفى هاتوني في الصفحة اللي بعدها هتلاقوا الصوت يعني. The constellation of the sheep of hunter in the sky الأورايون اللي هو الصائد الأسطوري. The knot is a group of stars appear sheep in the sky constellation اللي هي الكوكبة. Number 3 means the big dog دي لها اسم تاني اسمه الكانز ميجور. تمام. Number B بيقولي complete the following. The formal name of the big dog constellation is كانز ميجور، عبارة عن two dog أو big dog. Number 2 is the brightest star in Canis Major النجم اللامع اسمه سيريوس. هو اسمه كده، اول ما الاقي برايت اعرف على طول انه بيتكلم عن السيريوس. Number 3 was a good hunter at the ancient time الأوراين اللي هو الصائد الأسطوري. تمام. هنا بيقول لي constellation is a group of moons having لا a group of stars على طول مفيش moon. نمبر 2 فدي هتبقى غلط. Sirius is a bright star ايوه دي صح. تمام. اول ما اشوف برايت ستار على طول، وكان له علاقه له علاقه بفيضان الانهار. الكانز ميجور is the name of a star group in the sheep of hunter طبعا دي صح. دي غلط سوري، لان ده تعريف الكونستيليشن اللي هي الكوكبه، لكن الكانز ميجور عباره عن البيج دوج. تمام. لكن بيقول لك النيم اوف ستار هي اسم المجموعه النجوم اللي موجوده في السماء. لا طبعا غلط، دي الكونستيليشن اللي هي الكوكبه. الدرس ده مش اساسي بس انا حبيت انزل عنه شويه اسئله. تمام. بحيث ان هو لو جه يكونوا الاولاد عندهم فكره يعني. هنا بيقول لي from the تشوز الاول هنختار from the farmland animals is ايه هي الحيوانات اللي موجوده في الفارملاند اللي هي الاراضي الزراعيه بمعنى اصح الهورس. تمام. احنا طبعا حلينا ده ورا. تمام. بس هي الفكره ان هو تعاد تاني. يلا السؤال اللي بعده choose the correct answer from the farmland animals is الهورس من الفارملاند يعني من الحاجات الاراضي الزراعيه بمعنى اصح. from the desert plants من النباتات الصحراويه اللي هو الكاكتس اللي هو الصبار. Number 3 the knot is used in farmlands for preparation of soil for plants يستخدم في تحضير الأراضي الزراعية والتربة للنباتات اللي هو الأكس اللي هو الفأس. تمام. complete the following كمل من الكلمات دي. live in farmland بيعيش في الأراضي الزراعية chickens الفراخ. Number 2 live in desert على طول الكامل اللي هو سفينة الصحراء يا جماعة، هو اللي بيعيش في الصحراء اللي هي الديزرت.
نمبر 3 نقط are used by men as desert homes، بتستخدم كبيوت في للرجال او للناس يعني في الصحراء، اللي هي التنتز اللي هي الخيمة يعني. but true or false a cow lives in desert. false. ليه؟ لان الكاو بتعيش فين؟ في الفارم لاند. wheat plant grows in farmland. true. صح. القمح بينمو في الاراضي الزراعية. صح. يا رب كل المراجعة عجبتكم واستفدتوا بيها بإذن الله. هنزلها PDF، بس فكروني في الكومنتس بحيث ان انتوا تنزلوها للولاد وتطبعوها يتدربوا على شكل الامتحان ويتدربوا على حل الأسئلة. انا حاولت اجمع اكبر كم من الأسئلة على اليونتس، واللي ما ذكرش هنا مذكور في المراجعة اللي على القناة برضو، اسمها مراجعة ديسكفر بارت 1 برايمري 2. تمام، انا منزلاها. ما تنسونيش بدعوة حلوة وكومنت حلو، وافتكروني بدعاء حلو سواء هتعملوا له كومنت بيه او لا. وما تنسوش تعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الولاد. وزي ما قلت لكم الفيديو ده انا مش محتاجه منه اي حاجه، ما هو الا مساعده لاولادي. بالتوفيق لهم يا رب العالمين، واسيبكم في رعايه الله، ومع السلامه.